استثماريه، ناحيه تسويقيه. بل حضرتك كل الامور ديت بتحكمها لوائح وقوانين، فبالتالي المنظومه لما يبقى فيها لوائح وقوانين وفي التزام وفي نظام، هيبقى المنتج فعلا هترجع تاني نكتشف المواهب اللي هي مش قادره تاخد فرصتها في الانديه الكبيره حاليا، لان مصر مليانه بالمواهب في كل المجالات مش في كره القدم بس، ولذلك اختفت المواهب في معظم في كره القدم المصريه حاليا. يعني انت لو تدور المنتخب الوطني بيدور الكابتن حسام حسن، او مشكله بتقابل قبل كده المديرين الفنيين قبل كده بتدور على مهاجم. ده من ايه؟ ده ايوه بقى عمله نادره، يعني المهاجم. حتى انت لما تشوف الموسم ده اللي فاز انا طولت عليك، لا اللي فاز بهداف الدوري اسامه ابو علي من النادي الاهلي، بعد كده فيتسو المايلي من البيراميدز، بعد كده بتلاقي حسام اشرف من البلديه. يعني راس الحربه الصريح يعني مش موجود كتير، يعني حاجه صعبه بالنسبه لعمليه المهاجم ديت. فالامور دي لازم نعيد النظر فيها تاني، واتحاد الكوره ورابطه الانديه وكل من مسؤولين عن كره القدم المصريه لازم نقيم الامور صح في المرحله اللي جايه. لازم ننظم